صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم هاد النبته اللي غادي تشوفوا معايا. في الاول كنت دايره ليها دعامه قصيره، ها هي، وراه تبارك الله راه طوالت عليها. هذيك دعامه غير حطيتها باش في الاول كانت باش تشد راسها، من بعد ها نتوما راه شوفوا راه طوالت عليها بزاف. وهنايا خاصها دعامه اللي تقدر انها لان تبارك الله غدا كتطلع، يعني خاصها باش تسلق عليها اكثر. وهنايا هو نمو جديد جاي، ها هو. جبت واحد العود نوريه لكم، ها هو عود غادي ندير عليه لاموس اللي كنت جبتها من الغابه، يعني ما شريتهاش حيت اغلبيه قليل فاش كتلقوها في المشاتل. غادي وشفت صراحه شفت واحد الفيديو، واحد السيده قالت لك راه كتاخذوا من العطاره، يعني داك اللي كيبيع لكم العشوب وداكشي كتمشيو عنده كتسولوه راه كيكونوا كيبيعوها. انا ان شاء الله الا هذا الويكاند الثالث نقدر نمشي نشوف، حيت انا جاي في واحد المنطقه شويه بعيده على كل شيء، ما حدايا حتى حاجه. غادي نحاول انني نمشي نشوف الا كان شي عطار ولا عشاب نسولهم واش كيكون عندهم ديك لاموس ولا لا. حيت انا اغلبيه كنت ملي كيكون في وسط الشتاء وداكشي كنمشيو للغابات وداكشي كناخذها وكنجيبها في بواطه كتبقى عندي مده طويله، كنستعملها هكا يا اما على سطح التربه يا اما المهم في لي تيراريوم ولا هكا. كنجيبها من الغابه، كتكون على اللحى ديال الشجر اولا ديك اللي كتكون على الحجر. المهم كل وحده من سميتو. المهم هنايا ها هي لاموس، هذه راه قديمه عندي. المهم غادي نشدها، غادي نغلف بها هاد العود، وغادي نديرها دعامه من اللور بحال هكذا لهاد النبته باش تجي واقفه عليها. المهم كيفاش غادي نصايبها غادي نشاركها معكم في هذا الفيديو. اول حاجه غادي نحيد، هذا هو الخيط اللي غادي نوي به للدعامه. اول حاجه غادي نختار لاموس اللي غادي نستعمل. الا كانت لاصقه فيها التربه بحال هكذا، ها نتوما هذه هي لاموس. الا كانت لاصقه فيها التربه كنحيد التراب اللي لاصق عليها، بحال هذاك راه تراب طيني، وغادي كنغلف بها غير العود اللي عندي. المهم على هذا الشكل، ها هي بحال هكا. وهانتوما نفس القياس درتو في الارض باش غادي نهزها هكا ونحطها من هنا، يعني باش كتجي مغلفه من جوج الجوايع. عرفتوا هذا الشكل ديال الخيط غادي ندورو عليها. وغادي نلوي مزيان بعدا هنايا، تقريبا واحد 3 اللويات حتى ل4 حتى كيشد ليا الخيط صافي. وكنبقى نشد به، وغادي ندير لويه على داك لاموس بحال هكذا، وانا كندخل ديك لاموس. هانتو وانا كنحاول بيديا كنعاوطها، يعني كنحاول نصايبها على داك باش ما تكونش فيها الخويات، باش منين دوك الجذور الهوائيه كتبغي تقلب على باش تدخل في هذا لاموس كتلقاها كاينه، ما تلقاش غير العود هكذا. هكذا
صافي. وهذه هي الدعامه ديالنا كيف ما شفتوا. هاد الدعامه غنديرها ليها على هاد الجهه. غادي نطلع لكم باش تشوفوا. دابا النبته ها هي، ها هما الجذور الهوائيه. هادو هما الجذور الهوائيه، وهاد الجذور الهوائيه بغيناهم باش يدخلوا في النبته. هنا كيف ما قلت لكم راه كنت دايره واحد الدعامه اللي هي صغيره، غادي نحيدها. وراه هكاك راه كانت شاده. شوفوا كيفاش مالت صغيره، حيت دابا كبرات تبارك الله. ما غاديش نحتاج انني نحيد التربه وداكشي، غادي نجبدها من هنا. صافي غندخل هذه بلاصتها. وطبعا راه غادي نزيرها بالتراب وداكشي باش تبقى شاده. صافي هنايا ها هو الجدر الهوائي. الجدر الهوائي ها هي شدات. غادي ندير ليها هكذا. هاد الجذور هما اللي بغيناهم يدخلوا في النبته. اصلا هما راه غادي يشدوا راسهم، يعني مني انا غادي نلويها غادي يشدوا راسهم. انا غادي نوريكم كيفاش غادي نلويها. المهم ناخذهم هكا، وناخذ هاد السليك ونديرو ليه بحال هكا. بحال هكا. وغادي ناخذ النبته هكذا من هنا. المهم هنا كيف ما غادي تشوفوا ها هي الدعامه. المهم هذا هو الشكل ديال الدعامه. ها هي كيفاش جات. ها هما دوك الجذور الهوائيه راه مثبتين. من بعد غادي نرشها مزيان. انا النساء نتيا. المهم هذه هي الدعامه. ها نتوما ها هي دابا شدات لهاد العروقه اللي جايين هما الاخرانيين اللي يلاه طالعين. دابا الهدف من الدعامه ان هاد الجذور الهوائيه كيمشيو للدعامه كيحاولوا يلصقوا فيها. بحال دابا مثلا شوفوا هذه ها هي لصقات هنايا. اول حاجه غادي ندير كنرش الدعامه خاصها تطرش. النبته اصلا انايا ما جيت نصايب ليها هاد الدعامه وداكشي حتى كتكون باغا تسقى، يعني خاصها تسقى اصلا. يعني كنشدها هكذا بلاتي بهذا الشكل. ها نتوما طريقه السقي اللي مولفه اصلا كنوريها لكم. يعني الماء كنديروه من التحت يعني كنخليو النبته كتمص لنا من التحت. هاد الدعامه غادي نرشها بالماء كيف ما قلت لكم بحال هكذا. ما فيها باس كنشرشوا معها الوريقات. منين النبته كتطلع دوك الجذور الهوائيه كيمشيو للدعامه. باش ما الدعامه الفائده ديالها الاولى انها الجذور الهوائيه كيلصقوا في ديك الدعامه، يعني النبته كتغذى كتعطيك اوراق جديده. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كيكونوا الوراق كبار. شوفوا الوريقات قداش هانتوما الوراق كيكونوا كبار، يعني غيوليو كبارين على هكا اللي شفتوهم فيه. صافي انا راه رشيتها مزيان من الفوق ونرشها حتى هنايا. وهادو مادام متسلقات راه كيبغيو الدعامات، يعني حيت هي اصلا هاد النوع كيطلع على الحيط بحال الشجر. ايوا
حتى هذا الجذور الهوائيه منين كيطلعوا كيلصقوا هنايا النبته كتنتعش، كتعطيك وريقات جديدين كيف ما قلت لكم، كتعطيك نموات جديده، الوراق كيكونوا كبار. وانا كنفرح. المهم انايا دابا سقيت لي هذيك الدعامه مزيان صافي. غنسقي الوريقات كنرشهم، تحيد عليهم الغبره. صافي كيف ما قلت لكم هاد العمليه، أنا مثلا اي تحويل بغيتو تحولوا النبته من بولبو، بغيتو تديروا فيها شي حاجه جديده بحال مثلا دعامه ولا هكا، ما كديروا هادشي حتى كتكون تربه بحال مثلا بغيتو تسقيو، ناويين انكم تسقيوها، دازت مثلا قلبتوا التربه ولقيتوها ناشفه وبغيتو تسقيوها، باش هكذا حتى داك الاضافات اللي درتو دغيا كتاقلم النبته. بحال دابا مثلا منين سقيتها ديك الدعامه غادي تلصق مزيان لان غادي تشرب بداك الماء، غادي تلصق في التربه حيت مسقيه، ماشي بحال الا درت ليها الدعامه وخليتها ناشفه. يعني هاد الطريقه كنديرها اغلبيه ملي كنكون باغا نسقي. صافي هادشي اللي كاين. المهم نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، استفدتوا منه ولو شويه. خليوا لي الراي ديالكم، كيفاش جاتكم هاد النبته، واش عجباتكم. الا كانت شي اضافات جديده من عندكم مرحبا، خليوها لي في لي كومونتير. نتلاقاو في فيديو جديد، بسلامه. انا اش جاي دير؟ ها هما غير كيشوفوني كنسقي ولا كندير شي حاجه كيجيو. شوف اما هادي راه كاع لي بو دايرهم طواليت. بالنسبه ليها لي بو طواليت. واحد كاع والله الا كاع كرفصاتو ليا، ما بقات فيه حتى نبته. يعني كتشدو كتحفرو مزيان، كتحيد منه داكشي اللي بغات تجلس تقضي فيه غرضها. يلا باي باي عليكم. واخا هكاك زوينين.